عارف دي مشقوقة بالطول مش بالعرض. هو مشقوقه بالعرض هيبقى اسمه قطع، بس هي في الحقيقه اسمها فلقه. بس عشان لو مشقوقة بالعرض هتسقف وانت نازل على السلم. احنا اختلفنا بس ايه. تسلم تسلم طب اقول لك حبيبي. على حاجه تانية ليك بقى. قاعده سطحيه بس. شقية. انت عارف ان في دراسه ان 60 او 65% من مشاكلك مع امك او مراتك هتتحل لو انت رفعت القعده قبل ما. لو مكسل مثلا ترفع القعده، عندك الحوض، عارف انت بصبعك كده زي الايه، العجينه بتاعت الكيكه تلمها كده عشان ما تسيبش اثر يعني. انت نازل تلعب بلاي ستيشن الكترونيا، فما لهاش لازمه ان احنا نقعد نشد ونفشخ بعض على حاجه ما لهاش اي 30,000 لازمه. كنت قاعد بلعب بلاي ستيشن مع واحد صاحبي تقريبا كنت كسبانه 5، وعارف انت الحركه اللي هي ايه بتاعت الريمونتادا اللي هي بتيجي في الاخر دي. فانا صاحبي كان بالظبط كده بالطريقه دي. اعمل عليك ريمونتادا في دقيقتين ممكن يجيب 6 جوان. هو عامة ما عملش كده، هو فسه. انا سبت الدراع، فصلت، رجعت تاني، عمل ريمونتادا. فكرة ان ممكن تقوم خناقة في بيت كامل لو الاخ الاصغر اتجوز قبل الاخ الاكبر. يعني انا مثلا ليا واحد صاحبي راح قال له انا مش عايز اتجوز قبل اخويا، فابوه رايح جاي في البيت عمال يقول له لو فيك حاجه قول لي وبتاع. قال له لا يا بابا انا لسه صغير. قال له حبيبي ما انت ممكن تكون صغير بس تحير. قال له يا بابا انا لسه صغير. ابوه بقى رايح جاي طول اليوم في الشقه يغني له الاغنيه بتاعت بكار ايه، ابو كف رقيق وصغير بكر. مراتي في مره اتخانقت معايا في البيت عشان انا رحت نزلت لاصحابي اللي كانوا قاعدين عندي في البيت عصير في كوبايات عاديه، مش كوبايات اللي بتنزل للضيوف. يعني مراتي مش فاهمه ان انا واحد من صحابي دول كنت بشيل له الوش بتاع القهوه وادي له الكوبايه على الناس اسبريسو. هو ايه. فاهم ان انا لحد النهارده عندي مكنه اسبريسو. وع- عارف انت اللي هي السانشاين اللي هو نص 7 نص بتاع، هو فاكر ايه. ان ده حرام اصلا. زي ما قال الشاعر الكبير احمد جوكر، في اه. اختلافنا رحمه وانتوا قلبتوا خلافنا حرب. وزي ما انت شايف كده برضو انا لابس لك قميص نص ونص، يعني انت ما شفتش كتفي ده قاعد بيتخانق مع كتفي ده. فيعني كبروا دماغكم شويه ومشوا الدنيا.